الفلوس بتخلص، الشغل ما بيخلصش، العلاقات ساعات بتوجع، لكن في حاجة صغيرة قوي لو غابت كل ده هيبقى تقيل ومخنق. الفرح، ومن غيرها حتى النجاح الكبير ما بيبقاش له طعم. أهلا بيكم في جغرافيا النفس. الفرح، الحزن، الغضب، الحب، وكل مدينة من دول هنكتشفها مع بعض واحنا في الرحلة دي. ولو أول مرة تشوفني دوس لايك واعمل شير للفيديو عشان نوصل الكلام ده لكل الناس، وليك مني الكلام الحلو. تخيل ان دماغك مسرح كبير وكل شعور بيدخل لما شخصية بتطلع على المسرح. انت قاعد مع اصحابك وضحكت كده ضحكة من قلبك. اول باب بيفتح يدخل الراجل الهادي اسمه مين. هو ما بيعملش دوشة، بالعكس هو بيقف كده في نص المسرح ويقول اهدأوا كله تحت السيطرة، فتحس كده براحة وطمأنينة. بعد شوية كده يدخل العفريت المتحمس دوبامين، يجري ويقول يلا عندنا طاقة عايزين نخرجها، نحقق هدف، نجرب حاجة جديدة، نعمل حاجة. فتلاقي نفسك متشجع ومتحمس. وفي لحظة كده وانت بتبص لصاحبك ومبتسم وهادي يخش بقى الأكسيتوسين، شخصية دافية كده كأنها حضن، ويخليك تحس ان انت مش لوحدك وان انت مربوط باللي حواليك. تخيل بقى معايا كده ضحكة واحدة عملت كل العرض ده في دماغك. سيروتونين يديك راحة، دوبامين يديك دافع، اوكسيتوسين يديك احساس بالحب. يا سلام. وده يورينا بقى ان الفرح مش رفاهية، الفرح منظومة كاملة شغالة جوانا. الموضوع ده مش جديد، ده من 3000 سنة في الأقصر عاصمة مصر القديمة. كان لما المزارعين بيخلصوا الحصاد في السنة المدينة كلها تتحول لفرح، طبول بقى وحمو بيكا وعمرو دياب وناس بتكلم هناك كده بنحبك يا مصر، طبول وزمر وهيصة وكل حاجة حلوة بتحصل في اليوم. المصريين كان في دماغهم ساعتها ان الحصاد لما يجي لازم يفرحوا. المصري القديم شاف ان الفرح طقس من الطقوس لازم يتعمل بعد كل حصاد في كل سنة، زي الصلاة كده دلوقتي. كان شايف ان الضحك والاحتفال مش بس للمتعة لكن شكر للحياة والنيل والرزق. يعني الفرح عندهم ما كانش طرف، ده كان ضرورة مهمة. ونفس الفكرة دي كده ظهرت في كتب الوحي. التوراة ربطت الأعياد بالشكر، في الإنجيل أراكم أيضا فتفرح قلوبكم. الإسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الخلاصة بقى أن الفرح جزء من علاقتنا بربنا، مش حاجة كده سنوية وبتعدي، لا. احنا دلوقتي فاكرين ان الفرح لازم يكون بأحداث ضخمة، حد ورث، جواز، ترقية، سفر. لكن الحقيقة الفرح مستخبي في تفاصيل صغيرة، كوباية قهوة، نكتة سخيفة، كلمة حلوة من صديق. وغياب الفرح بقى مش معناه ان حياتك وحشة، ممكن بس تكون عدسات نضارتك متخربشة شوية. غير النضارة وهتشوف نفس المشهد بشكل منور. وتعالى اقول لك بقى ازاي تزرع الفرح في وسط الزحمة وفي وسط الفوضى اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ممكن قبل النوم تكتب 3 حاجات فرحتك النهاردة. هتقول لي مفيش، هقول لك لا في. دور كده حواليك ودور في يومك، هتلاقي فيه اكتر من 3 حاجات. انا عايز منك 3، تعرف تعملهم؟ اكيد تعرف. ابعت كلمة حلوة لحد. يا ترى في حياتك مفيش حد يستاهل ان انت تبعت له كلمة حلوة؟ اكيد في ناس تستاهل، ما تقولش لا. شوف هيرجع عليك مردود الكلام ده بايه، هتلاحظ مردوده عليك فوري. جرب حاجة جديدة، جرب تعمل اي حاجة. انت دلوقتي مثلا اقفل التليفون وانزل اتمشى شوية في وقت انت ما بتتمشاش فيه. واخر حاجة، يا ريت ما تقارنش نفسك بحد. المقارنة ده قاتلة، بتقتل حياتنا وبتدمر كل حاجة حلوة في حياتنا، وبتخلينا خالص مش راضيين ولا باصين لنفسنا ولا شايفين نفسنا، دايما عينينا على الآخر. فابعد عن المقارنات. الفرح مش محطة بنوصل لها، ولكن ده لازم يكون في حياتنا أسلوب حياة. من عرض المسرح في دماغك لطقوس الفراعنة في الأقصر لرسائل الكتب السماوية. الخلاصة الفرح مش رفاهية، الفرح ضرورة. هو الطاقة اللي بتخليك تكمل حياتك برغم المتاعب والآلام اللي موجودة فيها. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير، وليك مني في الحلقة الجاية الكلام الحلو. واستنوني الحلقة الجاية من جغرافيا النفس، وهنزور مدينة جديدة.